السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة مروك 48. مثير: أول دليل علمي يثبت وجود حياة أخرى بعد الموت. كشفت وسائل الإعلام كندية أن مجموعة من العلماء تمكنوا من التقاط أول دليل علمي ملموس على وجود حياة ثانية للإنسان بعد الموت، بما يؤكد ما ورد في القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي بأن الموت ليست نهاية المطاف، فيما يشكل هذا البرهان العلمي الجديد أول إضافة من نوعها بهذا المجال في تاريخ العلم الحديث. ونجح الأطباء لأول مرة في رصد موجات لم يفهموها في دماغ أحد المتوفين بعد أن توقف قلبه بشكل كامل عن العمل ودخل في حالة موت كاملة، مشيرين إلى أن الموجات التي تمت قراءتها في دماغ الميت تشبه إلى حد كبير الموجات التي تنبعث من دماغ الإنسان وهو نائم، وهو ما دفعهم إلى الاستنتاج بأن الشخص المتوفى قد يكون فقد التواصل مع من حوله، لكنه دخل في حياة جديدة مختلفة تماما. وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية، فإن الأطباء في أحد المستشفيات الكندية تمكنوا من رصد وتسجيل نشاط مستمر للدماغ ظل لمدة 10 دقائق في رأس شخص متوفى بشكل كامل، وهو ما دفعهم إلى الوصول لنتيجة مفادها أن هذا هو أول دليل علمي ملموس على وجود حياة ثانية للإنسان بعد الموت، وأن الوفاة ليست نهاية المطاف بالنسبة للبشر. ووصف الأطباء الحالة التي رصدوها بأنها غير طبيعية ولا يمكن شرحها، في إشارة إلى أنهم لم يفهموا بشكل كامل وواضح ما هو النشاط الذي يقوم به الدماغ بعد الوفاة وما الذي يجري للميت بعد وفاته، لكنهم رصدوا شيئا ما قد يشكل دليلا قاطعا على الحياة بعد الموت. وجاءت النتيجة من قبل الباحثين في جامعة راب أونتاريو في كندا، وقالوا إنهم رصدوا الموجات الإلكترونية في دماغ شخص فرق الحياة وتوقف قلبه عن العمل بشكل كامل.